السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم فنون الطبخ مع حسنية. كنرحب بكم ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم دجاج بالفلفله والحمص. كتجي رائعه وكتجي بنينه من الاكلات القديمه وكتجي رائعه بزاف. كنت غادي نوجدها فقلت ضروري نشاركها معكم. كنت صراحه بديت في السجاد وقلت نشارك معكم هذه الوصفه هذه لان فعلا كتجي رائعه وكتستحق انكم تجربوها. اللي ما كيعرفهاش يجربها، اكيد غادي تعجبو بزاف. فبقاو معايا تشوفوا الوصفه والطريقه ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الدجاج، القياس ديال الدجاج على حسب كل واحد وقياسو على حسب كل واحد والكميه اللي بغيتو ديروا. هنا عندي الحمص اللي ما عندي الصراحه. الحمص ما كيطيبش بزاف، فحاولت ان نسلقو قبل ما نطيبو. حاولت نسلقو تيطيب عاد نديرو مع الدجاج ديالي. هنا كيف ما كتشوفوا عندي هنايا معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره، راس معلقه ديال القزبر حبوب، طامه ديال الزعفران، عود ديال القرفه، شويه ديال السكينجبير، الخرقوم، الابزار والملح. هادو هما التوابل اللي كنديرو فيهم هاد الوصفه هادي. عندي جوج دروس ديال الثومه محكوكين، الربيع مخلط ما بين القزبر والمعدنوس، وعندي هنا الفلفل حمراء وخضراء واللي كانت صفرا زيدوها حتى هي، وعندي هنا البصله مشلطه، كلشي مقطع مربعات صغار. هنا كيف ما كتشوفوا كما قلت لكم هنايا هاد الوصفه هادي من الوصفات القديمه المغربيه، وبصراحه ما بقيناش كنوجدوها بزاف، فكنت غادي نشاركها وقلت ضروري انني نشارك. صراحه كنت نطيبها وقلت ضروري انني نشاركها معكم. هنا كناخذوا الطنجره اللي غادي نطيبوا فيها، كنديروا فيها الزيت الكافي تقريبا شي 3 المعالق ديال الزيت، وكنديروا البصله والفلفله كنشحروهم مزيان مع طريز ديال الثوم، وكنضيفوا الدجاج ديالنا. الدجاج انا عندي دائما كنخمرو، كنجيب الدجاج ملي كنغسلو ونقادو مزيان وتنخمرو، تندير ليه العطريه ديالو، كنديرو في المجمد. وقت اللي بغيتو كنجبدو كيكون الدجاج ديالي منسل وكيجي بنين. ملي كتشرملوه وكديروه في الفريكو كديروا ليه العطريه ديالو كلها، الخرقوم، سكينجبير، السمن، يعني العطريه كامله، ايوا الضامه ديال الزعفران، وكتشرملوا الدجاج ديالكم مزيان وكديروه في المجمد وكتجبدوه وطيبوه الوقت اللي بغيتو. صافي هنا بعد ما كنشحر الفلافل والدجاج ديالي مزيان والعطريه كيف ما شفتوا حتى هي درتها اللي شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو، وكنشحروهم مزيان على هذه الطريقه هذه. ضروري اننا نشحروهم. صافي هنا غادي نضيف القياس ديال الحمص. انا ما غاديش نضيف الحمص اللي شفتوا معايا كله، ما غاديش نضيفو لان الكميه كبيره. انا كما قلت لكم هذه الوصفه هذه درت القياس اللي يعني القياس اللي بغيت نتوما. بطبيعه الحال غديروا القياس ديال الحمص وديال الدجاج على حساب كل واحد الكميه اللي على كل واحد ولا الكميه ديال الاشخاص اللي بغا. فانا كنزيد الحمص كيف ما شفتوا، ما ضفتوش كله. صافي تبقى لي يعني زلافه، درت نص وخليت نص. هذا غنحتفظ به في المجمد، ما غادي يطرى ليه حتى شي حاجه. الوقت اللي غادي نبغي غادي نديرو نعاود نطيبو. هنايا خديت الربيع والمعدنوس زدتهم على داك الحماص والدجاج من بعد ما تشحروا، وكنديروا الماء الكافي، الماء اللي غادي يغطي لنا الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا على هذه الطريقه. صافي وغادي نخليوه يطيب. هنا الا كنتو كتسدوا الكوكوط يعني تسدوا الكوكوط راه ما غاديش يدير لكم اكثر من ربع ساعه. انا هنا كيف ما كتعرفوا واللي باقي جدد ما عارفينش المشكل اللي عندي مع الكوكوط، فايته تفرقعت فيا وحرقاتني فما كنسدهاش نهائيا، فعندي فوبيا منها، مابقيتش كنقدر نهائيا انا نسدها. فكان غير كنحطها وتنخلي الماكله كطيب على خاطرها. وانتم الا سديتوها راه ما تاخذش معكم ربع ساعه. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت المريق كتجي خاطر، كتجي لحد في القد، كتجي غزاله بزاف. هاد الاكله هادي كتجي بنينه. هاد الاكله هادي شاركتها معكم غير من باب التغيير من الخضره وداكشي، فكتجي بنينه بالحمص، كتجي رائعه بزاف. اهم حاجه كتجي بنينه. شوفوا المرقه كتجي خاطره لان الحمص هنا كيف ما قلت لكم انا عندي ديجا طيب، فما احتاجتش ان ندير الكميه ديال الماء كتير. نتوما الا كان الحمص كيطيب يعني كيطيب لكم بسرعه، فخلطوا كلشي وطيبوا كلشي في خطره واحده. هنا صافي كنقدموا الحمص ديالنا ولا الدجاج
كيف ما كتشوفوا المريقه كتجي غزاله، الحمص كيكون طيب مزيان، الفلافل كيعطيو لواحد النكهه لهاد الاكله هادي كيجيو رائعه. السر ديال هاد الاكله هادي هي الفلفله كتعطيها واحد البنه بنينه كتجي رائعه، واحد البنه بوحدها مختلفه تماما. صافي هنا كنقدموها في الطبسيل اللي غادي نقدمو فيه، وتنقدموها بالصحه والراحه مع خبيز ديال الدار كيكون سخون يا سلام ما تشبعوش منها. صافي هنايا كنحطو الدجاج ديالنا، يعني كاين المعتاد عادي كنقدموها بالصحه والراحه. اهم حاجه ان الوصفه كتجي رائعه وكتجي بنينه كيف ما قلت لكم، مع الخبز الدار كنت يلاه عجنتو حتى هو كيجي الخبز سخون غزال على مزويناته. ومع هاد الاكله هادي ما تشبعوش منها نهائيا، كتجي غزاله وكتجي بنينه بزاف. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، لانها فعلا كتجي بنينه. غير تبعوا الفيديو كيف ما هو واكيد غادي تنجح معكم من اول تجربه، لان فعلا كتجي بنينه. الحمص كما قلت لكم الا كان ما كيطيبش دغيا فحاولوا انكم تسلقوه وعاد طيبوه مع الدجاج، لان الدجاج ما كياخذش الوقت كتير. فحاولوا طيبوا الحمص ديالكم قبل ما تخلطوه مع الدجاج. صافي كتشحروا العطريه ديالكم كيف ما شفتوا، العطريه اللي كتعطيها واحد البنه حتى هي كتزيد واحد البنه لهذا الطبق هذا. وهادشي اللي كاين، ونتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا المرقه كتجي خاطره وكتجي بنينه. فشكرا لكم على المتابعه ديالكم تشجيعاتكم، شكرا لكم على كل تشجيع، شكرا لكم على كل تعليق كتقولوه في حقي، فشكرا لكم من القلب والله العظيم. لا شكرا لكم بزاف بزاف. وش نقول لكم، ولا يخطيكم عليا، ولا وصفه قادمه ان شاء الله.